الورقة الفنية للنشرة من السزاك، حيث يواصل المخرج المغربي داوود لدسيد تصوير مشاهد عمله السينمائي الأخير المرجى الزرقاء. المخرج عشق مواقع الجذب السياحي بالإقليم، والتي أضحت قبلة لمجموعة من الإنتاجات السينمائية. حافظ محضار ومحمود شراكي. فضاءات إقليم السزاك باتت تغري العديد من مهن الصناعة السينمائية، آخرهم المخرج داوود أولاد السيد، الذي وقع اختياره على الاستوديوهات الطبيعية المفتوحة المترامية بأطراف هذا الإقليم الحدودي لتصوير مشاهد عمله السينمائي الأخير المرجى الزرقاء، الذي يحكي قصة طفل صغير فاقد للبصر مسكون بعشق هواية التصوير. بالنسبة لهذا الفيلم كيدوي على واحد الوليد اللي عايش في مدينة أسا، واحد الوليد اللي ما كيشوفش، اللي كان نمشيو معاه في واحد الرحلة هو والأب ديالو. ما نحاولش نحرق لكم بزاف ليدي دو فيلم. لي كونديسيون في هذه المدينه هما لي كونديسيون اللي مزيانين صراحه. لقينا ناس كرماء، ناس زوينين اللي حلوا لينا بزاف ديال البيبان ووفروا لينا بزاف ديال الحوايج زوينين في هذه المدينه. خلال هذه القصه غادي نكتشفوا المناظر والمعالم الجماليه ديال هذه المدينه، مدينه اسا، اللي حقيقه اول مره نصور فيها، وحقيقه كانت تجربه جميله مليئه بالمغامرات ومليئه بالاكتشافات. وديما كما تنقول للاصدقاء هنايا، هذه المدينه تستاهل على انها تكون واحد الوجهه سينمائيه، تكون واحد الوجهه لتصوير افلام، لما لا، لانها تتزخر وتتمتاز بمجموعه من المعالم اللي هي باقا فيارج. هذا العمل السينمائي الذي أسندت بطولته للممثل القدير محمد خويي والفنانة سناء طنطاوي يتيح الفرصة كذلك لعدد من مواهب المنطقة، لا على مستوى التمثيل والعمل التقني، حفزا لطاقات الإقليم الواعدة. سعيد أن نكون في هذا العمل، وأسعد كذلك أنني نكون موجود في هذه المنطقة من وطننا الحبيب اللي هي مدينة أسا والضواحي ديالها، لأنه كيف تنشوفوا فيها يعني مناظر جميلة جدا اللي كتغري بأن يجيو المخرجين هنا، ونتمنى أنهم يكثروا الإنتاجات هنا ويجيو يتصوروا في هذه المنطقة، لأنه غتعطي لواحد نظرة أخرى للسينما في المغرب. وبالنسبة حتى للمغاربة، أنهم ماشي غير المغاربة، حتى الأجانب كذلك، أن يتعرفوا على المناطق الصحراوية وبالمناظر ديالها الجميلة. تصوير مشاهد هذا الإنتاج السينمائي يفتح آفاقا واعدة أمام عديد مواقع المنطقة بجاذبيتها السياحية لتطوير استثمارات في الصناعة السينمائية وإبراز قدرات أبناء الإقليم ومقدراته المهمة التي باتت تستثير باهتمام المنتجين المغاربة وكذا الأجانب. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد سويلم مرزوق، إطار بالمجلس الإقليمي للسزاك. مرحبا بك معنا. إذن السزاك باتت قبلة للعديد من صناع السينما، ما سر هذه الجاذبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت الكريمة، أولا شكرا موصول للقناة الأولى على هذه الاستضافة. بالنسبة للسر ديال هذه المبادرة وهذا الانتاج جاء ثمرة تنظيم واحد العدد ديال المهرجانات على مستوى إقليم السزاك حول السينما والصحراء، واللي كان من يعني ثمرات انتاجها هذا تصوير هذا النوع من الافلام بهذا الحجم، واللي هو يعني فيلم سيعطي اشعاع على جميع مستويات، بكون أن الإقليم يحتوي على مؤهلات طبيعية وإيكولوجية وسياحية وتنوع بيئي ومآثر تاريخية تفتح شهية المنتجين، ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الوطني، بل كذلك على المستوى العالمي، وبالتالي ستكون رافعة للتنمية في هذا الإقليم. علما أن المجلس إقليم السزاك يولي اهتمام كثير لتنمية الإقليم، واللي كانت من بين مرتكزات برنامج تنميته المرحلة يعني السالفة وهذه المرحلة القادمة خلال هذه الولاية، هو يعني الاهتمام بالبحث العلمي والبحث الثقافي والفني، ثم تشجيع العمل السينمائي والانتاجات السينمائية، كذلك السياحة الإيكولوجية والفلاحة وتشجيع الطاقات البديلة يعني الطاقات المتجددة، على اعتبار أن الإقليم إقليم غني
بالشمس على مدار السنة وغني بالتنوع الطبيعي من ناحية النباتات ومن ناحية التضاريس، يعني من جبال إلى سهول إلى كتبان رملية إلى غير ذلك. كل هذه المقومات وكل هذه المميزات تؤهل الإقليم على أساس أنه يصبح قبلة لمنتجين كبار ولما لا يكونوا عالميين، وبالتالي سيشجع على تنمية إقليم السزاك في هذه المجالات التي ستكون إن شاء الله رافعة حقيقية من أجل تنمية مستدامة وتنمية حقيقية على مستوى هذا الإقليم. لك السيد سويلم مرزوق إطار بالمجلس الإقليمي لأسزاك، شكرا لك على مساهمتك معنا ضمن هذه النشرة، كنت معنا مباشرة من السزاك.